شقة اتنينات وشقة تلاتات في البرج دون بالفيو اللي انتوا شايفينه ده. احنا فين؟ احنا موجودين عند منطقة باب البحر، وده البحر اهو، وده الشاطئ اللي قدام البحر زي ما انتوا شايفين كده. قرية لونج ايلاند كده، واللي هناك ده كده منطقة الفيروز والدنيا دي كده كلها. الدور 3 شقق، شقة يمين الأسانسير وشقة شمال الأسانسير وشقة النموذج اللي احنا بنصوره دلوقتي حاليا اللي هو التلاتات. تعالوا كده نخش نشوف. زي ما انتم شايفين ادي سفرة وست كراسي، وزي ما انتم شايفين برضو ادي كنبتين وكرسي كبير، واول ما تخش كده المطبخ امريكاني زي ما انتم شايفين. ادي التلاجة زي ما بنوريكم برضو نظافة التلاجة والدنيا، وادي البوتاجاز اهو، وعندك حاجات المطبخ كاتل وادي خلاط وادي ادواتك ودنيتك. تمام. وادي الحلل بتاعتك وكل حاجة، غسالة اهي. طيب اول غرفة اللي هي واحد سرير، طبعا هي مراوح. العمارة كلها مراوح ما عدا الدور الثالث بس هو اللي مش مراوح. دي البلكونة بتاعتك اهي، ودي رؤيتك البسيطة اللي هي للبحر اللي من البلكونة دي. تمام. تعالوا بقى نوريكم باقي الشقة وباقي النموذج اللي معانا. ادي ده الحمام، ادي اهو حمام اهو، وادي الحوض اهو، وادي السخان اهو، والدش بتاعك هناك اهو. طيب تعالوا نخش ادي الغرفة التانية، فيها سريرين زي ما انتم شايفين، وادي المروحة وادي الدولاب. رؤيتك للبحر في الغرفة دي اهي، هي دي الرؤية بتاعت البحر. طب تعالوا بقى نكمل باقي الشقة. ادي الغرفة الأخيرة واللي فيها البلكونة الكبيرة، ادي سريرين، يعني عندك 5 سراير في الشقة دي، وطبعا مراوح وادي الدولاب. تعالوا نخش كده، ادي الفيو بتاع البلكونة وادي الدنيا اللي احنا كنا ابتدينا بيها الشقة. طيب عايزينها تواصلوا معانا على الواتساب نقول لكم على المواعيد والاسعار والدنيا. طيب النموذج ده 3 غرف، في نموذجين في نفس الدور غرفتين. تعالوا هنوريكم النموذج التاني. على شمالك وانت داخل الاسانسير هتلاقي الروف ده بقى في الدور السابع. ادي الروف، ادي 6 كراسي اهو السفرة، وادي الكنبة. زي ما انتم شايفين هو الفرش يعتبر ثابت في كل الادوار، اختلاف حاجة بسيطة جدا يعني، لكن هو نفس المستوى ونفس الدنيا يعني. ادي المطبخ الامريكاني، وادي حاجاتك محطوطة ودنيتك كلها موجودة، وادي حللك وحاجاتك زي الادوار اللي تحت بالظبط. وادي البوتاجاز ما شاء الله اللهم بارك، نضيف وحاجة كده ايه نضيف. وادي التلاجة بتاعتك اهي، ودايما بتجيب نظافتها عشان ايه نوري لك كل حاجة. ادي الغسالة، وادي الروف هنا 2 حمام، الروف 2 حمام 3 غرف. ادي القعدة وادي الحوض وادي السخان. طيب ماشي. ادي دخلنا دي غرفة، دي الغرفة الماستر اللي هي فيها الحمام التاني، سريرين، وطبعا زي ما قلنا مراوح. وادي الحمام بتاع الداخلي اهو، يعني عندك حمام هنا اهو، وحمام الماستر بتاع الغرفة اهي. ادي القعدة وادي الحوض والدش. تمام. تعالوا نشوف الفيو بتاعها. ادي الفيو بتاعها بيبص على البحيرة اللي هناك دي اهي، دي كده بحيرة. تمام. وادي الخليج رومل اهو زي ما انتم شايفينه، يعني ده خليج رومل، ودي البحيرة اللي داخل عند ناحية قرية الأندلسية والكلام ده. والبحر مفتوح ظاهر من هنا بس من على بعد شوية يعني، ده البحر المفتوح اللي هناك ده. تمام. يلا بينا نكمل باقي النموذج اللي معانا. ادي الطرقة اللي دخلنا على الغرفة، برضو فيها سريرين نفس الكلام بالظبط ومراوح. وادي الغرفة التالتة، ادي سريرين وبرضو مراوح، والدولاب بتاعك ودنيتك كلها موجودة. تمام. ده بقى ايه الروف، ده الروف بالفيو بتاعك اللي انت شايفه ده. فقعدتك حلوة هنا كده جميلة ما شاء الله اللهم بارك. وادي البحر المفتوح اهو هناك اهو رؤيتك ليه،
والروف اميز حاجه في العماره طبعا، ما شاء الله اللهم بارك، حاجه كده ممتازه. طيب الروف اللي هنا ده روف زي ما انتم شايفين كده بيطل على البحيره وعلى البحر المفتوح وعلى خليج رومل من الزاويه دي كده بالظبط. طبعا الروف التاني اللي هو اللي جنبيه بيطل على خليج رومل، ولكن ده طالع طول الموسم. يعني قعدتك هنا في الروف، يعني الروف بتاعك هنا مميز بانك شايف بحيره وشايف بحر مفتوح وتبص على خليج رومل بالزاويه اللي انتم شايفينها دي. ده مميزات الروف هنا. والمنشر بتاعك اهو، عشان في ناس دايما تسالنا على المنشر والدنيا. ما شاء الله اللهم بارك. هنوري لكم بقى النموذج اللي هو الشقق الاثنينات، مش الروف بقى. يعني شفتوا نموذج تلاتات وشفتوا الروف، تعالوا نشوف نموذج الاثنينات، خليكم معانا. ده النموذج التلاتات، بس زي ما قلنا ان التلاتات مكيف، والوحيد المختلف فيه هو الانتريه عن الادوار التانية. لكن زي ما انتم شايفين كده اول ما بخش ادي السفرة وادي الاربع كراسي او الست كراسي، وادي الشاشة. طبعا زي ما انتم شايفين الانتريه هنا بس هو اللي شكلا مختلف عن الادوار اللي فوق في الاكنينات. وادي لما تشوف كده دلوقتي هتلاقي المطبخ الامريكاني، وادي معدات المطبخ، وادي حاجاتك كلها، والسخان والبوتاجاز. ودايما زي ما بنقول بنبص على نظافة التلاجة والدنيا، وما شاء الله المكان كويس وجميل. من وانت في الطرقة كده انت شايف البحر من الطرقة زي ما انتم شايفين كده اهو. ادي اول غرفة، سريرين، دي زي ما قلنا مكيفة، الدور التالت بس هو المكيف ودايما بنعيد عليها. وادي الغسالة، وادي الحمام والدش والدنيا زي ما انتم شايفين اهو، ونظافة الحمام. تمام. ادي الغرفة التانية، سريرين، طبعا بيبقى فيه مفارش والدنيا، بس بتفرش لما بتيجي العميل على طول، وبيدي لك طقم تاني ملايات على كل سرير. ادي الفيو بتاعك اللي هو البحيرة اللي هناك، وزي ما قلنا الفيو الجانبي من هنا، البحر من هنا قريب. يعني احنا مش بنقول لك دي فيو بحر ولا حاجة مع انه هي شايفة بحر، ولكن بنعرفك ان البحر قريب، وان في هنا باكيات هنا قدام الشاطئ، وده شاطئ خليج رومل في منطقة باب البحر. ادي كده زي ما انتوا شفتوا كده الحمام والغرفتين والدنيا، ان شاء الله اللهم بارك. ده النموذج الاكلينات اللي موجود في العمارة، باختلاف الادوار ان ده مكيف والادوار التانية مراوح. طيب تعالوا بقى نخش الغرفة اللي هي الشقة التلاتات المكيفة. زي ما انتم شايفين دي التلاتات المكيفة للدور الثالث. ادي الانتريه وادي السفرة وادي الدنيا، وادي حاجات المطبخ والخلاط والبوتاجاز والحلل والدنيا وغسالتك. وادي اول غرفة اللي احنا قلنا عليها ده الفيو بتاعك اهو، ده فيو البحر بتاعك. تمام، يلا بينا نكمل ده النموذج. ادي هنا ده الحمام، وادي الدش، وادي السخان. حتى الحمام الشباك بتاعه بيطل على البحر. يلا بينا. ايوه اللي بقول لهم حتى عشان الواحد يستحمى وهو وهو بيستمتع يعني. ادي الغرفه سريرين، وطبعا الشباك بتاعها برضو بيطل على البحر قدامه. يعني احنا بنوريك ان البحر قريب منك والدنيا حلوه ما شاء الله اللهم بارك. وادي الغرفه الثانيه، ادي السريرين، وطبعا احنا قلنا الدور الثالث بيبقى فيه تكييف، غرفتين تكييف وغرفه مراوح. ودي قاعده البلكونه بتاعتك والدنيا هي بتاعتك زي ما انتوا شفتوا بالظبط. دي مجموعه النماذج الموجوده في العماره، والدور الثالث بس المكيف، الباقي كله مراوح. الدور شقتين اتنينات، شقه تلاتات، الروف اللي فوق تلاتات، وفي قاعده حلوه
عايزين الحاجات دي تواصلوا معانا على الارقام الموجوده على الواتساب. نشوفكم في فيديوهاتنا الجايه. سلام. ماشي ماشي.